في مقولة بتقول إن مصر مش دولة تاريخية، مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ، والحقيقة إن المقولة دي جت من عراقة مصر وأصولها التاريخية الكبيرة. مصر جت قبل العرب وقبل بني إسرائيل وقبل كل شعوب الأرض. مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي اتذكر اسمها في القرآن صراحة. مصر اللي اقترن اسمها بالأمن والأمان وخزائن الأرض في القرآن، وفي الإنجيل اتذكر شعبها بمباركة الرب. وزي ما مصر ليها حضارة كبيرة في كل العلوم زي الرياضيات والطب والهندسة وغيرها، كمان ليها باع طويل جدا في الرياضة وخاصة كرة القدم. مصر تعتبر أحد أهم مؤسسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعشان كده تاريخها كبير جدا في القارة السمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن تاريخ مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقت الفيديو عمره ما هيسعفني إن أحكي لك بالتفصيل نشأة كرة القدم في مصر، لكن هحاول أديك بريف كده عن بداية الكرة في مصر. المصريين ما كانوش يعرفوا حاجة عن كرة القدم لحد فترة الاحتلال البريطاني. العساكر الإنجليز كانوا بيتجمعوا في مكان في اسكندرية ويمارسوا رياضة كرة القدم، وبدأ واحدة واحدة المصريين يتجمهروا ويتفرجوا عليهم وهم بيلعبوا الرياضة الغريبة دي اللي ما يعرفوش عنها أي حاجة. المكان ده يقال إنه بعد كده بقى استاد اسكندرية، إلى أن جاء محمد زكي باشا وزير المعارف سنة 1882 وقرر يدخل الرياضة البدنية في مناهج التدريس في المدارس. ومن ضمن الرياضات دي كانت رياضة كرة القدم، ودي كانت لحظة بداية كرة القدم المصرية. كرة القدم بدأت واحدة واحدة تكون شعبية كبيرة بين كل تلاميذ المدارس، وبدأت كل مدرسة بتكوين فريق يلعب باسمها. بعد ما كان الموضوع بيتم بشكل عشوائي في الشوارع، أصبحت كرة القدم يتم ممارستها داخل المدارس تحت أنظار المدرسين وبعلم أولياء الأمور. في تسعينات القرن ال19 بدأ محمد أفندي ناشد بتكوين فريق رسمي وسماه التيم المصري، وعين نفسه رئيس الفريق وكابتن الفريق والمدير الفني كمان. وبدأوا يتجمعوا في أماكن محددة ويتمرنوا لحد ما حسوا إنهم يقدروا ينافسوا. وهنا بعت محمد أفندي دعوة لفريق الأورنس الإنجليزي اللي كان وقتها واحد من أقوى الفرق الإنجليزية في مصر عشان ينظم مباراة بينه وبين التيم المصري. وبالفعل اتلعبت المباراة، وقدر التيم المصري يحقق أول فوز له في التاريخ بنتيجة 2-0. وهنا بقى كانت اللحظة الفاصلة، لأنها كانت أول مباراة قومية في تاريخ مصر. مع بداية القرن العشرين بدأ يتم تأسيس أندية مصرية لممارسة الألعاب الرياضية زي الجزيرة وسبورتنج والسكة الحديد، ومن بعدهم الأهلي والزمالك وغيرهم. وبدأت خريطة كرة القدم في مصر تتكون. مصر دخلت عالم كرة القدم. بدأت رياضة كرة القدم تتوغل وتنتشر بين كل أطياف الشعب المصري وطبقاته. بداية مشاركة مصر في البطولات رسميا كانت عن طريق كأس العالم 1934 اللي كان بيتلعب في إيطاليا. مصر شاركت عن طريق اللعب مباراة واحدة أمام المنتخب المجري وخسرت 4-2، واللي أحرز الهدفين عبد الرحمن فوزي. وقتها المنتخب كان تحت قيادة المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري. وبكده مصر أصبحت أول دولة إفريقية عربية تشارك في نهائيات كأس العالم. سنة 56 وأثناء اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي تم في مدينة لشبونة في البرتغال، الدكتور السوداني عبد الحليم محمد ومعاه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبد العزيز سالم اقترحوا إنشاء اتحاد إقليمي وإقامة بطولة تجمع شعوب القارة الإفريقية، ومن هنا اتولدت فكرة كأس الأمم الإفريقية. وبالفعل تم تنفيذ المقترح بعد ما توافق عليه من أعضاء الاتحاد الدولي، وتم تأسيس الاتحاد الإفريقي. وفي 10 فبراير سنة 57 شهدت مدينة الخرطوم السودانية إقامة أول بطولة لكأس الأمم الإفريقية. بطولة 57 ما كانش ليها تصفيات، وشارك فيها مباشرة الدول الأربعة المؤسسة للاتحاد، وهم مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا. بعدها تم استبعاد جنوب أفريقيا بعد إصرارها على المشاركة بلاعبين بيض واستبعاد أي لاعب ملون من الفريق. الفترة دي كانت العنصرية في جنوب أفريقيا في أزهى عصورها الحقيقة. وبكده صعدت إثيوبيا مباشرة إلى النهائي عشان تقابل منتخب مصر اللي قدر يفوز على السودان ويصعد هو كمان للمباراة النهائية. وفي النهائي اثيوبيا عشان تبقى اول بطل لبطوله كاس الامم الافريقيه. بعدها بسنتين وبالتحديد سنه 59 تم اقامه النسخه الثانيه من البطوله، لكن المره دي على ارض مصر بمشاركه الثلاث فرق اللي شاركوا في الدوره اللي قبلها. مصر صعدت للنهائي مباشره، واستنت الفائز من مباراه السودان واثيوبيا اللي السودان قدرت تحسمها وتفوز فيها عشان تصعد تقابل حامل اللقب. واستطاعت مصر الفوز على السودان تاني عشان تحقق تاني لقب ليها في البطوله الافريقيه. بطوله سنه 62 كانت أول بطولة يتعمل لها تصفيات. مصر صعدت مباشرة بصفتها حامل اللقب، وأثيوبيا هي كمان صعدت مباشرة بصفتها منظم البطولة، وانضم ليهم تونس ونيجيريا. وقدرت أثيوبيا تفوز على مصر في النهائي وتاخد أول وآخر لقب إفريقي ليها. بطولة سنة 63 شهدت ظهور المنتخب الغاني لأول مرة اللي قدر يفوز بالبطولة
بعد الفوز على السودان في النهائي على أرضه وسط جمهوره. مصر في البطولة دي حصلت على المركز الثالث. بطولة سنة 65 الاتحاد الإفريقي قرر يقلل عدد اللاعبين الأجانب في المنتخبات الإفريقية ل2 بس، وقدرت غانا برضه تفوز بالبطولة اللي تمت إقامتها على أرض تونس. مصر كانت انسحبت من البطولة دي بعد ما تأهلت في التصفيات، وده كان بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس مستضيف البطولة. بطولة سنة 68 استضافت أثيوبيا البطولة مرة تانية، وكانت البطولة وقتها بتتكون من 8 فرق متقسمين على مجموعتين، وقدرت الكونغو تفوز باللقب. منتخب مصر انسحب من البطولة دي بسبب نكسة 67. بطولة سنة 70 استضافتها السودان، وقدرت تفوز باللقب بعد ما كسبت مصر في الدور نص النهائي عشان تصعد للمباراة النهائية وتقابل غانا اللي فازت عليها 1-0 وحسمت اللقب. منتخب مصر قابل منتخب كوت ديفوار في مباراة تحديد المركز الثالث، وقدر يحسم المركز الثالث بعد الفوز بنتيجة 3-1. بطولة سنة 72 استضافت الكاميرون البطولة دي، وقدر يفوز بيها منتخب زئير بعد الفوز على مالي 3-2 في النهائي. مصر ما كانتش قدرت تتأهل البطولة دي وخرجت من التصفيات. بطولة سنة 74 بقى تمت إقامة البطولة دي على الأراضي المصرية، وسط تفاؤل كل الشعب المصري على قدرة المنتخب على الفوز باللقب الغائب عنه من سنة 59. مصر قدرت تتأهل باحتلال المركز الأول من مجموعتها اللي كانت بتضم زامبيا وأوغندا والكوت ديفوار عشان تصعد تقابل منتخب زئير في الدور نص النهائي. لكن في مفاجأة مدوية قدر منتخب زئير إنه يفوز على منتخب مصر بنتيجة 3-2 عشان ينهي أمل مصر في التتويج باللقب. مصر لعبت مع الكونغو في مباراة تحديد المركز الثالث، وقدرت تفوز بنتيجة 4-0 عشان تحتل المركز الثالث في بطولة كانت كل أفريقيا متوقعة إن كاسها ما يخرجش من مصر. بطولة سنة 76 كان نظامها مختلف شوية عن باقي البطولات. البطولة المكونة من 8 فرق كالعادة بيتقسموا على مجموعتين، يصعد الأول والثاني مباشرة إلى الدور نص النهائي. لكن بعد الصعود كان بيتم تقسيم الفرق في نص النهائي إلى مجموعة واحدة، وكل فريق يلعب 3 مباريات. المجموعة الأولى لمصر كانت مكونة من غينيا، مصر، أثيوبيا، أوغندا. وقدرت مصر تصعد تاني مجموعة برصيد 4 نقط بعد الفوز على أوغندا والتعادل مع أثيوبيا وغينيا. التعادل كان بنقطة والفوز بنقطتين. صعدت مصر للدور نص النهائي وشاركت في مجموعة متكونة من مصر والمغرب وغينيا ونيجيريا. وللأسف مصر خسرت ال3 مباريات عشان تحتل المركز الأخير في المجموعة والرابع في البطولة. بطولة سنة 78 قدر المنتخب الغاني التقيل جدا جدا إنه يفوز بالبطولة على أرضه وسط جمهوره بعد ما كسب في النهائي منتخب أوغندا 2-0. مصر ما كانتش قدرت تتأهل للبطولة دي وخرجت من التصفيات. بطولة سنة 80 اللي تمت إقامتها في نيجيريا، منتخب مصر وقع في مجموعة بتضم كل من نيجيريا، كوت ديفوار، مصر، تنزانيا. مصر قدرت تتأهل كتاني مجموعة بعد الفوز على كوت ديفوار وعلى تنزانيا والخسارة من نيجيريا صاحب الأرض والجمهور. وفي الدور نص النهائي قابل المنتخب المصري منتخب الجزائر، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 عشان نلجأ لركلات الترجيح اللي الحظ ابتسم فيها المنتخب محاربي الصحراء، وقدروا يفوزوا على منتخب مصر بنتيجة 4-2. وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خسرت مصر من المغرب بنتيجة 2-0 عشان تحتل المركز الرابع. بطولة سنة 82 البطولة اتلعبت على أرض ليبيا، وقدرت تحسمها غانا بعد الفوز بركلات الترجيح على ليبيا في النهائي بنتيجة 7-6 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1. مصر كانت انسحبت من البطولة دي بعد ما تأهلت بسبب أزمة سياسية. بطولة سنة 84 مصر وقعت في مجموعة بتضم كل من الكوت ديفوار والكاميرون وتوجو ومصر، وقدرت مصر تحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقط بعد الفوز على الكاميرون والكوت ديفوار والتعادل مع توجو. في الدور نص النهائي قابلت مصر منتخب نيجيريا اللي قدر يحقق الفوز على مصر بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة. في مباراة تحديد المركز الثالث خسرت مصر من الجزائر بنتيجة 3-1 عشان تحتل المركز الرابع في البطولة. بطولة سنة 86 هيتم تنظيمها على أرض مصر وسط جمهوره اللي متعطش جدا للفوز بالبطولة، خصوصا إن آخر بطولة اتنظمت على أرضنا ما قدرناش نفوز بيها بعد ما خسرنا من زئير في الدور نص النهائي بنتيجة 3-2. مصر وقعت في مجموعة بتضم كل من كوت ديفوار والسنغال وموزمبيق ومصر، وقدرت مصر تحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقط بعد ما خسرت من السنغال 1-0 في المباراة الافتتاحية، وفازت على كوت ديفوار وموزمبيق بنفس النتيجة 2-0. في الدور نص النهائي صعدت مصر عشان تقابل المغرب في مباراة شهيرة جدا، وقدرت مصر تفوز 1-0 بهدف لطاهر أبو زيد من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. في النهائي قابلت مصر منتخب الكاميرون القوي جدا جدا والعنيد،
وبعد التعادل 0-0 في وقت المباراة الأصلي قدرت مصر تفوز بركلات الترجيح 5-4 عشان تحرز ثالث لقب ليها وأول لقب من سنة 59. بطولة سنة 88 في المغرب مصر ما قدرتش تصعد من الدور الأول بعد ما احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقط في مجموعة بتضم كل من نيجيريا والكاميرون ومصر وكينيا. مصر كانت قدرت تفوز على كينيا وتتعادل مع نيجيريا، إلا إنها كانت خسرت من الكاميرون بنتيجة 1-0 في أول مباريات المجموعة عشان تكتب نهاية مشاركة مصر في بطولة 88. بطولة سنة 90 في الجزائر مصر خرجت من الدور الأول برضه في أسوأ مشاركة لمنتخب مصر على الإطلاق. مصر وقعت في مجموعة بتضم كل من مصر، الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار، وخسرنا ال3 مباريات واحتلينا المركز الرابع في فضيحة كروية كبيرة جدا لمنتخب مصر. بطولة سنة 92 في السنغال ما اختلفتش كتير عن بطولة 90، وخرجت مصر برضه من الدور الأول بعد ما احتلت المركز الأخير في المجموعة بتضم كل من غانا، زامبيا، مصر. بطولة سنة 94 في تونس، نظام بطولة 94 و92 كان مختلف عن باقي البطولات اللي فاتت، لأنها كانت بتتلعب من 12 فريق متقسمين على 4 مجاميع، كل مجموعة بتضم 3 فرق بس، يصعد الأول والثاني مباشرة إلى الدور ربع النهائي. مصر وقعت في مجموعة بتضم نيجيريا ومصر والجابون، وقدرت مصر تصعد أول مجموعة برصيد 3 نقط بعد الفوز على الجابون والتعادل مع نيجيريا. وفي الدور ربع النهائي قابلت مصر منتخب غانا، لكن خسرت منه بنتيجة 1-0 عشان تودع البطولة من دور الثمانية. بطولة 96 في جنوب أفريقيا دي أول بطولة تضم 16 منتخب بيتم تقسيمهم على 4 مجموعات، يصعد الأول والثاني مباشرة إلى دور الثمانية. مصر وقعت في مجموعة بتضم كل من مصر وجنوب أفريقيا والكاميرون وأنجولا، وقدرت مصر تصعد كتاني مجموعة برصيد 6 نقط بعد الفوز على الكاميرون وأنجولا والخسارة من صاحب الأرض والجمهور جنوب أفريقيا. صعدت مصر دور الثمانية عشان تقابل زامبيا وتخسر بنتيجة 3-1 عشان تودع البطولة من دور ربع النهائي. بطولة 98 في بوركينا فاسو مصر قدرت أخيرا تسترد اللقب اللي غايب عنها من 12 سنة، في بطولة أكتر المتفائلين فيها كان بيقول إننا هنخرج من دور الثمانية بالكتير قوي قوي، وده خصوصا بعد تصريح محمود الجوهري اللي قال إن مصر هتحتل المركز ال13 من ال16 فريق اللي بيشاركوا. مصر وقعت في مجموعة بتضم مصر وزامبيا والمغرب وموزمبيق، وقدرت مصر تصعد تاني مجموعة برصيد 6 نقط بعد الفوز على موزمبيق وزامبيا والخسارة من المغرب. أما في الدور ربع النهائي قابلت مصر منتخب الكوت ديفوار، وقدرت تفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0. في الدور نص النهائي قابل منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو المستضيف للبطولة، وقدر يكسب بنتيجة 2-0 ويتأهل للنهائي عشان يقابل أقوى فرق أفريقيا في الوقت ده وحامل لقب البطولة منتخب جنوب أفريقيا، لكن قدر منتخب مصر يفوز بنتيجة 2-0 عشان يحسم اللقب الرابع له في البطولة. في حلقة كاملة عن البطولة دي أنا عاملها، ادخل شوفها لو عندك وقت. بطولة سنة 2000 في غانا ونيجيريا وكانت تنظيم مشترك. مصر وقعت في مجموعة بتضم مصر والسنغال وزامبيا وبوركينا فاسو. مصر قدرت تفوز بكل سهولة على كل فرق المجموعة وتحتل المركز الأول وبفرق 5 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني السنغال. وطبعا الجمهور المصري تفائل وقال لك خلاص إنجاز بوركينا هيتكرر تاني، لكن للأسف خبطت في تونس في ربع النهائي وخسرت بنتيجة 1-0 عشان تخرج من دور الثمانية. بطولة سنة 2002 في مالي مصر وقعت في مجموعة بتضم السنغال وتونس ومصر وزامبيا، وقدرت مصر تتأهل بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقط من فوز على تونس وزامبيا وخسارة من السنغال. مصر في دور الثمانية قابلت الكاميرون اللي كان في عزه في الوقت ده بخيارة العظيم باتريك مبوما، اللي قدر يحسم اللقاء برأسية متقنة ما قدرش الحضر يعمل معاه حاجة عشان يكتب نهاية مشاركة مصر في البطولة دي. بطولة سنة 2004 في تونس مصر وقعت في مجموعة بتضم الكاميرون والجزائر ومصر وزيمبابوي، وللأسف مصر احتلت المركز الثالث برصيد 4 نقط بعد التعادل مع الكاميرون والفوز على زيمبابوي والخسارة من منتخب الجزائر في مباراة مصر كانت أفضل فيها بكتير قوي، لكن حسين عشو قدر يحرز الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 88 عشان تنتهي المباراة بنتيجة 2-1 ويخرج منتخب مصر من الدور الأول. بطولة سنة 2006 في مصر، وبعيدا عن عظمة الجمهور في البطولة دي وإنه كان كلمة السر في الفوز بيها، لكن منتخب مصر وقع في مجموعة بتضم مصر والكوت ديفوار والمغرب وليبيا. مصر قدرت تحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقط بعد الفوز على ليبيا والكوت ديفوار والتعادل مع المغرب. في دور الثمانية قابل منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية وقدر يفوز عليه بنتيجة 4-1 عشان يتأهل للدور قبل النهائي ويقابل منتخب السنغال ويفوز عليه بنتيجة 2-1. بعدها بيتأهل منتخب مصر للنهائي ويقدر يفوز على الكوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0. بطولة سنة 2008 في غانا، إبهار وإبداع من رجال المنتخب المصري. مصر وقعت في مجموعة بتضم مصر والكاميرون وزامبيا والسودان. مصر قدرت تحتل صدارة المجموعة بعد ما مسحت بالكاميرون بلاط الاستاد وفازت على السودان
وتعادلت مع زامبيا وحصلت 7 نقط. في الدور ربع النهائي قابل منتخب مصر منتخب انجولا وقدر يفوز عليه 2-1 عشان يصعد ويقابل منتخب الكوت ديفوار بعبع القاره وقتها، ويفوز عليه بنتيجه 4-1 عشان يتاهل للنهائي ويفوز على الكاميرون 1-0 ويحسم اللقب السادس له في البطوله. بطوله سنه 2010 في انجولا، او في قولا اخر بطوله محمد ناجي جده. مصر وقعت في مجموعه متكونه من مصر ونيجيريا وبنين وموزمبيق. احتلت مصر المركز الاول بعد الفوز في ال3 مباريات وحصد 9 نقط. في الدور ربع النهائي قابلت مصر منتخب الكاميرون وقدرت تفوز عليه 3-1 عشان تصعد للدور نص النهائي وتقابل الجزائر اللي قدرت تفوز عليها 4-0. وفي النهائي فاز منتخب مصر على منتخب غانا بنتيجه 1-0 وقدر يفوز بالبطوله للمره الثالثه على التوالي في انجاز تاريخي غير مسبوق. بطولات 2012 و2013 و2015 ما قدرش منتخب مصر يتأهل للبطولة. بطولة 2017 في الجابون منتخب مصر وقع في مجموعة بتضم مصر ومالي وغانا وأوغندا، وقدر يتصدر المجموعة ويحصد 7 نقط بعد الفوز على غانا وأوغندا والتعادل مع مالي. في الدور ربع النهائي قابل منتخب مصر منتخب المغرب وقدر يفوز عليه بنتيجة 1-0 ويتأهل للدور نص النهائي اللي قابل فيه منتخب بوركينا فاسو وقدر يفوز عليه بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1. في المباراة النهائية خسر منتخب مصر من منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 عشان يحتل المركز الثاني في البطولة وما يقدرش يفوز باللقب. بطولة 2019 في مصر رغم انها بطولة على ارضنا والمفروض نحسمها او على الاقل نصعد فيها لدور متقدم، الا ان ده ما حصلش وخرجنا من دور ال16 على ايد منتخب جنوب افريقيا وسط حسرة ودهشة الجمهور المصري. منتخب مصر كان اتصدر مجموعته في الدور الاول بعد الفوز في كل مباريات المجموعة اللي كانت بتضم مصر واوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي. بطولة 2021 في الكاميرون مصر وقعت في مجموعة بتضم كل من نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو. قدرت مصر تصعد لدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الثاني برصيد 6 نقط جمعتها من الفوز على السودان وغينيا بيساو والخسارة من نيجيريا. في الدور ربع النهائي قابلت مصر منتخب الكوت ديفوار وقدرت تفوز عليه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي للمباراة. في الدور نص النهائي قابل منتخب مصر منتخب المغرب وقدر يفوز عليه بنتيجة 2-1 ويصعد للمباراة النهائية عشان يقابل منتخب السنغال اللي خسر منه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي للمباراة. احنا داخلين على بطولة 2024، يا ترى هنقدر نرفع الكاس تاني ونحقق اللقب الثامن ولا هتبقى مجرد بطولة من بطولات كتيرة قوي منسية ومحدش هيفتكرها؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا واشوفكم على خير.